اشتري فرخه من محل مشويات. المهم طلبت طلب وفضلت واقف في انتظاره، فدخل علينا راجل يعني شبه مسكين. المهم سأل صاحب المحل قال له بكام الفرخه؟ صاحب المحل رد عليه وقال له الفرخه ب 100 جنيه. المهم رجع كده خطوتين وسند شويه، طلع فلوسه كده وقعد يعيد في حساباته كده وترتيباته. المهم دخل على صاحب المحل كده قال له طب ما عندكش واحده كده تكون صغيره شويه ب 70 جنيه ب 80 جنيه؟ المهم صاحب المحل جاله تليفون في خلاله وهو بيكلمه، فرجع كده صاحب المحل كده خطوتين ثلاثه كده في خلال 10 ثواني دخل عليه تاني قال له يا ابو راجل وش بشوش، ده انا ربنا رزقني بتوأم يا محمد، اعمل لي احسن فرخه عندك في المحل واكبر فرخه، وخلي بالك عشان الطلب ده توصيه. المهم الراجل ابتسم وفرح قال له يتربوا في عزك، ربنا يخليهم لك، ربنا يا رب كده يتربوا في خيرك. وقعد طبعا لفت انتباه الناس كلها اللي واقفه من ضمنهم يعني. فاخد الراجل الفرخه بتاعته قبل الناس كلها اللي واقفه وخد بعضه ومشى. فدخلت على صاحب المحل فقمت جاي قايل له يتربوا في عزك، الف مبروك يا معلم، كام حسابك؟ المهم داخل عليه قال لي يا مدير، ابتسم الراجل وقال لي والله ده انا ولا تليفون جالي ولا حاجه جات لي ولا ربنا رزقني، ده بقالي 7 سنين ما بخلفش، والحمد لله ده رزق من عند ربنا وخير من عند ربنا، بس انا اديت له كده عشان اكبر بخاطره وعشان ما حسسوش ان انا بعطف عليه وبديله حسن. الراجل ده علمني يعني ايه جبر الخواطر. تعالوا نصلي على حبيبنا سيدنا محمد من علمنا الخلق وجبر الخواطر.